عملية عسكرية تنفذها القوات الخاصة العراقية في مداهمة أوكار مسلحي داعش في قرى محافظة ديالى ناحية العظيم وبعض القرى المجاورة كانت هدفا للجيش العراقي في ضرب أوكار المسلحين لتسفر عن قتل العشرات منهم وفرار آخرين واعتقال مسلح هو المسؤول عن تزويد المسلحين بالمعلومات. بعد مواجهات دامت لأكثر من ساعة استطاع الجيش العراقي من مداهمة أحد أوكار داعش هنا في إحدى منطقة العظيم، وتم إلقاء على أحد هؤلاء المسلحين بعد مواجهات بعضهم تم قتلهم وأيضا آخرين لاذوا بالفرار. تم حرق أيضا بعض العجلات في داخل الغرفة أحد هؤلاء المسلحين. طبعا ضبط بحوزته أرقام سيارات يقوم بتبديل لوحات السيارات بأرقام سعودية تابعة للمملكة العربية السعودية، وأيضا هذه وثائق لبعض المتواجدين في هذا الوكر، وأيضا تم ضبط كتاب لفتاوى تحرض على الاقتتال الطائفي فيما بين العراقيين، وأيضا هذه وثائق أخرى لحزب البعث المحظور، شهادات تكريم في زمن النظام السابق كما نشاهده. وتم أيضا القبض على هذا المسلح الذي كان يقوم بعملية تزويد هؤلاء المسلحين بالمعلومات عن القطاعات المتقدمة للجيش العراقي. العملية العسكرية امتدت إلى الشمال من محافظة ديالى، وكانت الأهداف بعض القرى المحاذية لمحافظة صلاح الدين. مفارز الجيش وأبناء العشائر تبحث في هذه القرى عن الحواضن وأوكار المسلحين خاصة، وإن أغلب هذه القرى كانت بمثابة مخازن للسلاح والذخيرة لمسلحي داعش. الطائرات العراقية دمرت أوكار المسلحين بضربات متتالية شمال قضاء العظيم في جبال حمرين، بعد أن قام المسلحون بتفخيخ بعض القرى وحرق مزارعها وتهجير سكانها قسرا. من ناحية العظيم شمال بعقوبة بمحافظة ديالى حيدر قاسم، العالم.